الفضيحة الرابعة كانت ندوة الحوار مع بيترايوس الجنرال الأمريكي المتقاعد منذ 2012 2013، يعني منذ بدايات ظهور نجم الجولاني في الساحة السورية كقيادي تكفيري جهادي سلفي قاعدي داعشي من القصص هاي كلياتها. هو رجل متقاعد وبالعادة المسؤولين الأمريكيين سواء كانوا رؤساء جمهورية، قادة أركان، وزراء دفاع، قادة الاستخبارات، المسؤولين الاستخبارات الأمريكية لما بيتقاعدوا بيكونوا يعني يتعاقدون مع جامعات لإلقاء محاضرات، أو مع معاهد أو مع مراكز للبحوث والدراسات الاستراتيجية، طبعًا لقاء أجر معين يعني مش ببلاش، مش لإنه بيترايوس يعني معجب بشخصية أبو محمد الجولاني وجاي بده يعمل حوار معه، لأ، في جهة أخرى عملت ونسقت ونفقت وصرفت على هذا الاجتماع يعني. وما يعني هل يجرؤ أحمد الشرع إنه يحاوروا حاليًا مسؤول الاستخبارات الأمريكي، أو يحاوروا حاليًا وزير الدفاع الأمريكي أو أي مسؤول أمريكي على منصة وكذا؟ لا، يعني لا يكلفها بترايس الآن الإدارة الأمريكية أي شيء، بحكم أنه هو متقاعد وليس له دور وليس له وزن، وليس الأمريكيين إن نظام الحكم والإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني رؤساء جمهوريين وديمقراطيين تقاعدوا خلاص ما عاد لهم التأثير، يعني مش نظم شرق أوسطية، مش أو يعني نظم معروف يعني إنه المسؤول المتقاعد يبقى له تأثير ودور ووزن على صناعة القرار في المؤسسات الدولية. هذا الكلام مش موجود يعني. هذا اللقاء مع بطريرس هو لزوم الاستهلاك يعني. بيجيبوا على أساس إنه عندما كان بطريرس مسؤولًا في العراق وقائد القوات الأمريكية في العراق، كان الجولاني في إحدى سجون بطريرس. وطبعًا آآ حركة الجسد، سلوك يعني قراءة حركات الجسد لبيترايس راح تعرفوا قديش قابض هذا البني آدم نتيجة التعامل. هذا مش حركة جنرال سابق ومسؤول أمريكي بارز وقائد يعني إذا بتشوفوا بتراجعوا المشهد وعملية الكلام والدردشة وحركة الجسد، بتعتبروا إنه الجولاني هو قائد القوات الأمريكية السابقة في العراق مش ديفيد بيترايوس. إذًا كمية الإذلال والانحناء والتماثل والود طريقة التعامل تشي بل تفضح. ك يعني كمية الصرف الذي أُغدق على هكذا اجتماع لكي يكون مادة للاستهلاك وللكلام والحديث والثرثرات اللي على أساس تحليل الخطاب، خطاب الجولاني، وتحليل الندوة الجولاني مع بيتروس. أعتقد إنه هذه أيضًا كانت من الفضائح الوقحة والفاقعة والمصروف عليها يعني، من سلسلة فضائح الجولاني في الديار الأمريكية.